السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض صفحة 126 و127 و128 كتاب المدرسة لغة عربية الصف الخامس. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك هنا لاحظ الجدول، لاحظ واكتشف، املأ الجدول من خلال الأمثلة. يكتب التلميذ الدرس. قرأ التلاميذ قصصا كثيرة. تعلمت التلميذات الإسعافات الأولية. أحرز اللاعب هدفين. يصطحب المرشدون السائحين. طبعا يا شباب لو ركزنا في كل الجمل اللي احنا شايفينها دي إذن هي جمل فعلية لأنها بدأت بفعل يكتب وقرأ وتعلمت وأحرز ويصطحب، كل دي أفعال. طيب هو هنا بيقول لي استخرج لي بقى الفاعل من الجمل دي كلها وبين لي نوعه ايه واستخرج لي المفعول به. طيب تعالوا مع بعض كده. اول حاجه الفاعل هقول له كلمات. هنا بيقول لك الحاله نوعها ايه. طيب ماشي. بص يا شباب الفاعل هنا كله مرفوع، وطبعا المفرد بيكون مرفوع بالضمه والمثنى بيكون مرفوع بالالف. زي ما اقول لك كده اللاعبان فاعل مرفوع علامه رفعه الالف لانه مثنى. خلاص. طيب عندك جمع التكسير برضو هتقول له ايه. التلاميذ فاعل مرفوع علامه رفعه ايه الضمه ونوعه جمع تكسير. طيب عندك برضو المرشدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. عندك التلميذات جمع مؤنث سالم برضو مرفوع بالضمة. طيب المفعول به بيكون منصوب بالفتحة أو منصوب بالياء إذا كان مثنى، أو منصوب لا إله إلا الله، منصوب بالياء إذا كان جمع مذكر سالم، ومنصوب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالم. طيب هنا يا حبايبي دايما بيكون منصوب لو مفرد هيكون منصوب بالفتحة، لو مثنى هيكون منصوب بالياء، لو جمع التكسير هيبقى منصوب بالفتحة، لو جمع مذكر سالم هيبقى منصوب بالياء، لو جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة. تعالوا نشوف مع بعض كده ونطبق على الأمثلة. بيقول لك حدد الموقع لكل ما تحته خط ثم بين علامة الرفع أو النصب. طيب سمعت أحاديث كثيرة. الموقع الإعراب الكلمة أحاديث هتقول مفعول به منصوب على نصبه الفتحة لأنه جمع إيه؟ لا جمع تكسير يا شباب، أنا كنت بحسبه جمع مؤنث سالم. يبقى أحاديث مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. تمتلئ المدرجات، خلي بالنا بقى المدرجات هنا جت إيه؟ جت فاعل، يبقى فاعل مرفوع على رفعه الضمة. تختلف البلدان يبقى فاعل مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. البلدان لا ده علامة الرفع الألف، الألف لأنه مثنى. طيب ألقى الصيادون الشباك. بص حبايبي في السؤال رقم 3 تختلف البلدان. البلدان دي جمع تكسير إذا ترفع بالضمة، لو هي مثنى يبقى ترفع بالألف عشان خاطر بس ما نتلخبطش. البلدان هو حاطط لك على الباء ضمة يبقى إذا هي ترفع بالضمة اللي أنا مسحتها دي أنا كاتباها صح، يبقى ترفع بالضمة. خلاص. طيب انما لو قال لك الباء دي عليها فتحه البلدان يبقى مثنى يبقى ترفع بالالف. خلاص يا حبايبي. جل من لا يسهو، خلي بالنا. خلاص يعني المهم النطق، خلي بالنا في ايه؟ في النطق. خلاص يبقى يرفع بالضمه لانه جمع تكسير. ألقى الصيادون الشباك يبقى الصيادون فاعل مرفوع على رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أشعل هتاف الجماهير حماس مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. ضع خط تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به. طيب تعالت أصوات، الأصوات دي فاعل وحط على ضمة. كرمت المعلمة فاعل وحط على ضمة، والبنات ديت مفعول به مفعول لأجله وحط عليها إيه؟ مفعول به يا شباب وحط تحتها إيه؟ خطين. تعبر الكلمات هنا فاعل مرفوع حط على ضمه. طب يختار المهذب دي فاعل والألفاظ مفعول به. خلاص. تزين السماء النجوم. مين اللي بتزين؟ النجوم دي اللي فاعل. خلاص يا شباب. بتزين ايه؟ بتزين السماء يبقى السماء دي اللي مفعول به وتحط عليها فتحه. خلاص حتى انا حاطه لك شرطتين او خطين تحت السماء لانها مفعول به، وخط واحد تحت النجوم لانها فاعل كمان. خلاص. كما يضيء القمر الليل. مين اللي بيضيء؟ القمر، يبقى القمر فاعل. بيضيء ايه؟ بيضيء الليل يبقى الليل مفعول به منصوب على نصبه الفتحه. طيب وبه نعرف الشهور. نعرف نحن نعرف نحن الشهور مفعول به يا شباب.
طيب تنزل السماء مطرا، ها يبقى مين اللي بتنزل السماء؟ يبقى السماء دي فاعل، وبتنزل ايه؟ مطر، يبقى المطر دي مفعول به. فيسقي الزرع، الزرع دي فاعل مرفوع على رفعه الضم. ويعم الخير، والخير هنا فاعل مرفوع على رفعه الضم. احنا صفحة 126 حبايبي، ننتقل لصفحة 127. بيقول لك هنا جملة بها الفاعل علامة رفعه الضمة. هتقول له هنا اخترع العالم، العالم هنا يا شباب فاعل وعلامة رفعه الضمة. تنير النجوم، النجوم فاعل وعلامة رفعه الضمة مع انها جمع تكسير. طيب تفوقت التلميذات، وجايبها لك مفرد وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم، كل ده مرفوع بالضمه، يبقى جميع ما سبق مرفوع بالضمه. جمله بها المفعول به علامه نصبه الكسره. هتقول له رفع الحكام الرايات، اخرها الف وتاء، ودي بتكون منصوبه بالايه؟ بالكسره. جمله بها فاعل ومفعول به. هتقول له دي ما فيهاش، دي فيها فاعل بس ما فيهاش مفعول. حقق الجيش انتصارا، ماشي، عظيما، دي فيها مفعول به وفيها فاعل. هزم الجيش العدو، مش يبقى به وجيم معا يا شباب. يلا حدد الخطأ ثم صوبه. يتحقق النجاح بالجهد الكبير، يبقى كلمة النجاح وهنا يا شباب المفروض تكون مش النجاح، ولأنها فعل مرفوع على رفعه الضمة لأنه مفرد. ينفع المجد نفسه، يبقى المفروض يكون نفسه، نفسه لأنها مفعول به منصوب علامة نفسه، وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. يختار المهذب الكلمات، يبقى الكلمات هنا مفعول به منصوب على نصبه الكسرة، حط تحتها كسرة. يلا يا بطل نشاط 3 أواو. بيقول لك أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. تطعم، جمع تكسير، تقول له الطيور يبقى تطعم الطيور، طيور دي فعل مرفوع وعلى رفعه الضمة. شاهد التلميذ، هتقول له السائحين معجبين بآثارنا، يبقى مفعول به منصوب بالياء. تمتلئ لأنها مثنى، تمتلئ السماء، وأنا كده حطيت فاعل مفرد وعلامة رفعه الضمة. يلا يا حبايبي بيقول لك هنا لاحظ واكتشف، سن الجمل واجمعها، يعني عايز الجمل دي مرة تكون مثنى ومرة تكون جمع. أبصر الرجلان الهلال، يبقى أبصر الرجلان الهلال أهي يا شباب. طب أنا عاوزة أخليها جمع، تبقى أبصر الرجال الهلال. يلا يا أبطال، قطف الفلاح الثمرة، لو عايزة أخليها مثنى يبقى قطف الفلاحان الثمرتين. لو عايزة أخليها جمع يبقى قطف الفلاحون الثمار. تخيط البنت الثوب، خليها مثنى يبقى تخيط البنتان الثوبين. لو عايزة أخليها جمع يبقى تخيط البنات الأثواب. يحترم الولد الآخر، هتقول له يحترم الولدان الآخرين أو الآخرين. طيب الآخرين لأن ما فيهاش هنا الآخر، هنا مفرد. طيب يحترم الأولاد الآخرين، يبقى أنا كده خليتها مثنى وخليتها جمع. حلنا حبيبي صفحة 127، ننتقل إلى صفحة 128. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. بيقول لك هنا صنف كل فاعل ومفعول به حسب علامتي الرفع والنصب. طيب هنا بيقول لك كل فاعل علامة رفعه الضمة. هقول له مثلا البنت، البنت هنا دي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أكلت الذئاب، يبقى الذئاب برضو فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ديت فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، ما ينفعش، هو عايز علامة رفع الضم بس. ودي برضو علامة فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، لا ده عشان مثنى. يبقى الرعد، الرعد هنا فاعل مرفوع على رفعه ايه؟ الضمه. كرمت المعلمات فاعل مرفوع على رفعه الضمه. قرأ التلميذان، ما ينفعش لان التلميذان فاعل مرفوع على رفعه الالف لانه مثنى. طيب كل مفعول به منصوب بالفتحه. عندك الثوب، عندك كلمه الخرافه مفعولا به، كلمه الجائزه، عندك كلمه السهمه. خلاص. طب كل مفعول به منصوب بالياء، هتقول له كلمه النائمين وكلمه القصتين. طيب كل فاعل علامة رفعه الألف، هتقول له الراميان والتلميذتان. طيب كل فاعل علامة رفعه الواو، هتقول له المتسابقون. نشاط 5 بيقول لك أنتجت مصر أول شخصية كرتونية لأول في شهر رمضان، وكانت بتنتمي لإحدى قرى النوبة. ابحث عنها واكتب عنها. تقول له اسم الشخصية بكار، هتحاول إنك ترسمه هنا. هو المعزة بتاعته رشيدة الحلوة دي. ومؤلف الشخصية لا أنا بهزر، ارسم بكار كده، حاول ترسم. مؤلف الشخصية مين؟ تقول له عمر وسمير، عمرو سمير عاطف. سنة عرض المسلسل الكرتونة تقول له 1998. ما الفكرة الأساسية للكرتونة؟ تقول له حياة الطفل في النوبة. كده حبايبي نكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.